اهلا بكل متابعين ابولو ليج. مبروك للزمالك اللي تخطى ماتش تقيل مع النادي المصري اللي كان جامد اول الدوري. ماتش كان ممتع من ناحيه الزمالك، ف مش هقول هارد لك بصراحه للمصري، لان المصري ظهر بنتيجه طبيعيه للاداء اللي كان في الملعب من اللعيبه. خط الدفاع اللي كان سيء جدا وظهر شيء يعني سيء جدا، رغم ان هو من اقوى الخطوط دفاعيه في الدوري من ساعه ما بدأ. مش عارف، انا مش عارف يعني بصراحه التونسي ايمن الكوكي ده انا مش عارف يعني هو يعني كان فكره ايه وهو بيحط الخطه قدام الزمالك قبل المباراه. يعني مش هو ده النادي المصري اللي احنا متعودين عليه، يعني تراخي جدا من اللعيبه. انا طبعا هنا مش هقول ان هو في اي نيه مبيته ان النتيجه تظهر بالشكل ده. كلنا شفنا الماتش ان الزمالك عمل مباراه كويسه الحقيقه، انما فعلا النتيجه كانت بسبب طريقه لعب ايمن الكوكي والتشكيل اللي كان عامله قدام نادي الزمالك. اخيرا شفنا عمر جابر بيجيب جون، اخيرا شفنا عدي الدباغ بيجيب جون رغم ان هو عليه تحفظ كده هقوله لكم خلال الفيديو. كان يستحق عليها انذار. وعبد الله السعيد جاب جون، الثلاثه اول اهداف ليهم في الدوري السنه دي. نيجي لقصه المباراه اللي هي محطوطه في البلانتي اللي كل الناس بتقول لك دي بلانتي ولا مش بلانتي للنادي المصري. احنا لو جينا بصينا للعبه هنلاقي صلاح مرسي جوه ال 18 وقدامه حارس المرمى محمد صبحي اللي بينط في الهواء. مش عارف يعني خلوا قصه ان هو بينط في الهواء دي قبل اصلا ما بيبقى فيه اي شوط على او كوره في اتجاهه. انا مش عارف هو بينط ليه، يعني هو بيقول هي وبينط كده خلاص بعيد عن اللعبه خالص. حطه على جنب. ضربه الجزاء المفروض النتيجه اللي ظهرت من خلال الاخراج الابداعي اللي يحتاج اوسكار بصراحه. اللي احنا انا مش عارف بصراحه قصه الاخراج والتصوير مالها مش عايزه تتحسن ليه عندنا في الملاعب. روحوا بصوا يا جماعه على الاخراج في المباريات الاوروبيه وشوفوا الامكانيات والتصوير، طريقه التصوير، عشان نعرف نقول دي بلنتي ولا مش بلنتي. بس خلينا نتكلم على الموقف بتاع صلاح مرسي. هي الكوره مش جون يا جماعه. اللي حصل الاتي ان الكوره داخل بيها 18 صلاح مرسي وقدامه حارس المرمى ومعاه 2 من المدافعين الزملكاويه، والكوره ما يعني كانت خلاص استلامها كان بالشكل الخاطئ من صلاح مرسي. فصلاح مرسي ما يعني مش عارف لا يشوطها ولا يحسن منها عشان يبتدي يطلع بنتيجه ان هو يبصيها مثلا لحد من زمايله، فما بقاش قدامه غير ان هو يعمل نفس القصه اللي عملها محمد صبحي كده، وان هو يرمي نفسه في البسين يقول يمكن اخد منها بلنتي ولا حاجه. بس الكوره مش بلنتي، عدناها كذا مره وشفناها كذا مره ومش بلنتي ومفيش فيها اي احتكاك. خوان بزيرة اخيرا نظف التراب اللي عليه، بدا يظهر. امبارح عمل اسيستات كويسه، عمل كام تمريره هايله، كان في سبرنتات. شفنا خوان بزيرة بشكل مختلف امبارح خالص، بدات تبان قوته. ادم كايد طبعا لسه زي ما هو، ما حدش فاهم له هو ايه بالظبط او دنيته ايه بالظبط. لسه عايز شغل كتير. ادم كايد ظهر امبارح ومش ظهر، يعني كان وجوده زي عدمه زي ما بيقولوا. محمد اسماعيل في اول ظهور له
كان بشكل جيد بصراحه، وانا شايف ان هو هيبقى لاعب كوره كويس وعنده كوره يعني. وكذلك حسام عبد المجيد، كذلك عمر جابر، عشان ما اطولش عليكم يعني. نيجي بقى لعدي الدباغ، الحته اللي انا عايز اتكلم فيها، لان امبارح الحكم بصراحه شوى النادي المصري بالطرد و5 انذارات. بس كان جاي في لعبه اتعملت، كان عدي الدباغ يستحق انذار ليها مرتين. عدي الدباغ في كوره رايح اوفسايد ب10 متر، فصفر الحكم اوفسايد. طبعا عدي الدباغ يا عم اوفسايد ايه، راح شاطها في الجول، عداها الحكم وما ادالوش اي انذار. الحكم صفر خلاص اوفسايد، انت المفروض توقف الكوره، لا هو كمل وشاطها في الشبكه. نفس الكوره في الاوفسايد اتلعب للباك، لعب الباك المصري، عدي الدباغ راح شده من الفلن، فالحكم صفر فاول. برضه ما سمعش الكلام، ولا كأنه سمع الصفاره، ولا كأن في حكم في المباراه، وبرضه راح شاطها في المرمى، فاداله الانذار. الانذار ده كان المفروض مستحق لعدي الدباغ من اللعبه الاولانيه، وكان لو كانوا اداله من اللعبه الاولانيه وعملها تاني في اللعبه التانيه كان يستحق الطرد. اللي عايز اقوله في عدي الدباغ من الشخصيات اللي ما بيهمهاش الحكام وقرارات التحكيم في الملعب. حط من تحت دي خط. ما علينا من كل الكلام ده. الزمالك خلاص خد ال3 نقط وتصدر الدوري المركز الاول، بعد ما عدى الفرقه اللي كانت تقيله النادي المصري والمدرب اللي احنا كنا بنقول جامد الكوكي. الغريب بقى ان فريرة بعد ما تم اقناعه بانه ياخد سيف الدين الجزيري في القايمه اللي رايحه اسكندريه لمقابله النادي المصري، وفعلا اللاعب سيف الدين الجزيري سافر مع الفريق واسمه في القايمه ودخل الاوتيل معاهم، يقوم فريرة يتخانق مع سيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري يسيب الاوتيل ويرجع القاهره. واحنا مش فاهم احنا يعني القصه قطه وفار، ولا واحد وواحده داخلين لبعض مناطحه، يعني واحد متجوز واحده فبيناطحوا بعض، ولا ايه مش فاهم، ولا بيكيدوا بعض، ولا ده شغل، ولا ده ايه بالظبط يعني. احنا هنا لازم نقف عند القصه دي ونعرف ايه المركز بالظبط بتاع المشكله، عشان ده كده اسمه لعب عيال. ده اللي بيحصل ده اسمه لعب عيال. الف مبروك نادي الزمالك. منتظرين النهارده مباراه الاهلي مع انبي. الاهلي لعب 4 ماتشات بس، الزمالك لعب 6 ماتشات. ان شاء الله لو كسب النادي الاهلي الماتشين دولت هيبقى عنده 11 نقطة والزمالك 13، يعني الفرق هيبقى نقطتين، غير المباراة اللي مع نادي الزمالك ان شاء الله في اخر الشهر دوت هي اللي هتبقى فيصل. الاسبوع دوت نادي بيراميدز باي مش هيلعب، فهيبقى واقف عند مركزه وعدد نقاطه 8 نقاط. اشوفكم فيديو قادم.